بص هو الاكس، انا في رايي الاكسبرت ما بيقولش على نفسه اكسبرت بصراحه. امم يعني اللي هو ده جزء حتى الناس يعني الترند دلوقتي بتاع البيرسونال براندنج، والناس بتقول عليك ايه وبتاع. اللي احنا أنا بنعمله ده. يعني جبتها ازاي ومنين؟ احكي لي. رحت اخدت كورس، سبيشال كورس كده ستيك بس. اوكي. هو اليوم كله من الساعة 10 الصبح الساعة 4 بنتعلم نعمل ستيك ازاي. نايس، حلو ده. تحمست جدا بقى وخلاص، يعني قلت هحط استثماراتي كلها في اللحمة. مهم. ورحت سألت الشيف، قلت مهم. له ايه احسن طاسة بيتعمل عليها ستيك؟ قال لي مهم. مفيش احسن من الكاست ايرون ولا الايرون كاست، طاسة كده كلها حديد. انت سالت بروفيشنال شيف؟ ايه؟ بروفيشنال اه شيف يعني. الشيف اللي ادانا الكورس، الكورس، ادانا اوكي. الكورس. انا رحت سالته واحنا في وسط الكلام كده في كيتشن زي ده بالظبط بس في كوكينج سكول. مهم. قلت له ايه احسن طاسه بتتعمل عليها او احسن حاجه تشتغل؟ قال لي الكاست ايرون مفيش احسن منها. اوكي. رحت البيت، عارف ما بهزرش انا في الحاجات دي خالص. مم. جوجل امازون كاست ايرون ايجيبت، لقيت طاسه. فاهم؟ انا قلت يعني طاسه تبقى بكام؟ غاليه جدا، اوكي. غاليه جدا مم. جدا. بس يا سيدي مأساة. كان يوم اسود. اول اوكي. حاجه جيت استلم الطاسه، الطاسه تقيله جدا مم. جدا. اوكي، ما هو ده تمام، حديد يعني، ده حديد حرفيا انت جايب صرف حديده يعني. يعني. اه. بس امانه الله هي بتعمل ستيك تحفه. اوكي. تمام، غاليه جدا. اوكي. تمام وبعد كده التسرع برضو ان انا بعد ما جبت الطاسه دي اكتشفت ان في براند مصري طلعت في شارك تانك بتعمل نفس الطاسه تحفه. اصحابي كلهم جابوها، يعني بعد ما انا جربت الموضوع اصحابي كلهم راحوا جابوها برضو. يعني هو فعلا ده حديد، يعني حديد ده خلقه ربنا، اتحط في قالب طلع طاسه. فدي مش عارف بكام، ودي مثلا دي هتلاقي مثلا بربع، بربع الثمن مثلا، حاجه كده. ممكن ربع الثمن او تلت الثمن. وعاملين اوفرز كتير وبيحاولوا ينشروها، وطلعوا في شارك تانك وعاملين حاجات هايله يعني. للاسف انا ما لحقتهاش. امم. المهم يعني نصيبي في الطاسه الجميله اللي انا جبتها ان هو الواحد اتعلم منها حاجات كتير قوي. اتعلم اوكي. منها العفه بس بصراحه. قبل تعليم التعلمات او الحاجات اللي انت اتعلمتها، اه طب فكره ان انت اصلا سالت الشيف، اه يعني ساعات انا بشوف ان دي من الحاجات اللي شويه ريسكي. انت ممكن تروح تسال فعلا حد فيري اكسبرت في حاجه معينه، اه. بس تبقى نصيحته مش ماشيه على مقاسك. هو السؤال اللي انا سالته كان غلط. اه. انا قلت له ايه احسن طاسه تعمل ستيك ممكن اجيبها؟ امم. الراجل اجابته صادقه جدا، قال لك طاسه حديد. امم. لانه بالنسبه له علميا هي بتحتفظ بالحراره فتره اطول، بتوصل لدرجه حراره اعلى، تسخن الستيك بشكل مش عارف ايه. بس هو السؤال كان غلط، لانه انا ما قلتلوش تناسبني انا ازاي يعني. انا ما اه. سالتش اكتر ان هي فعليا لما بتبقى رايق وفاضي انت هتعمل، تسوي الاكل حلو جدا وطعمه فعلا بيختلف. امم. بس هي مشاكلها ان هي حديد، فهي بتصدي. امم. فهي محتاجه رعايه مختلفه، يعني ما امم. بتتغسلش بميه وصابون. اوكي. هي تقيله جدا. امم. هي انت لما بتيجي تمسكها علشان تغسلها انت محتاج تغسلها بملح، تبلاها ملح، تقعد تدعكها، بعدين تشيل الملح. بعدين في حاجه بقى اسمها سيزنينج، اللي هو تسيبها في الفرن، تحط تزيتها وتحطها في الفرن ساعتين. فدي قصه يعني ده في يعني بروسس ورا لا لا الموضوع يعني. لا الموضوع كبير، مش طاسه بجد يعني. اللي هو لا، اوكي. ده حوار يعني. اللي امم. هو حتى تشوفها في الافلام، يقول لك الفرنساويين يقول لك هي ما بتتغسلش، يعني هم بيسيبوها كده مزيته بقيه حياتها. والشيفs بيستخدموها لان هي ما بتلحقش تصدي منهم، ان هم على طول لا بيستخدموها كل مستغرب. يوم. صح. بس فانت لما تيجي تغسلها وتيجي تشيل التهمه دي وتحطها تحت مش عارف ايه، وتقعد تدعك فيها وتقلبها وتزيت، الموضوع ممل جدا يعني. امم. فلو انت دخلت هي بتعمل لك الستيك في 7 دقائق وانت بتقعد 7 ايام تنضفها يعني. امم. مأساة. بس ف فالراجل جاوب اجابه صح يعني. هي احسن طاسه تعمل ستيك هي فعلا الكاست ايرون ولا الايرون كاست، ما اعرفش ايه قبل ايه. بس هي فعلا ايه اكتر حاجه عمليه؟ لا هي مش عمليه خالص بالنسبه لي. امم. ما هي دي الفكره، اللي هو يعني ده لو جينا بقى طبقناه على البيزنس او حتى في الحياه في بعض الحاجات، ان انت احيانا ما بتبقاش عارف تسال السؤال الصح. احيانا يعني انا فاكر انترفيو لدكتور احمد زويل في الموضوع ده، اللي هو لما مش فاكر مين المذيع اللي كان قصاده ساله امتى الانسان يقدر يقول على نفسه عالم، امم او ناس تقول على الشخص ده ان هو عالم في مجال معين.
هو قال وقتها ان لما بيبقى بيسال السؤال الصح بس، اوكي. لو انت عرفت تسال السؤال الصح اللي يتناسب مع احتياجاتك ويتناسب مع ظروفك وموقفك، لأن كان الشخص اللي انت بتساله له عشان يديك اجابه تناسبك اكتر مهم. من اجابه تناسب خبرته والحاجات اللي هو مر بيها، هنا بقى ساعتها فعلا تقول ان انت شخص عارف الحاجه دي او لا. طب امتى انت تقول على حد بقى اذا كان هو فعلا اكسبرت ولا لا؟ انتوا فاهمين بحر؟ انا عندي نظريه في الموضوع ده بس عايز اعرف اجابتك الاول. بص، هو انا في رايي الاكسبرت ما بيقولش على نفسه اكسبرت بصراحه. امم. يعني اللي هو ده جزء حتى الناس يعني الترند دلوقتي بتاع البيرسونال براندنج والناس بتقول عليك ايه وبتاع. اللي احنا أنا بنعمله ده. يعني كمل عادي، ما ال تكسفش، ما احنا ال بنعمله فعلا. الترند بتاع البيرسونال براندنج والحاجات دي، دايما بيسالوا، او الناس الترينرز في الموضوع ده بيقول شوف الناس انت بتشوفك ازاي، انت اكسبرت في ايه، او الناس بتسميك ايه. انت امم. احسن حد بياع، انت امم. اشطر حد في الماركتنج، انت اصيع حد في مش عارف في الميديا يعني people باينج. feedback هو اللي يخليك تحكم على حد اذا كان اكسبرت ولا لا؟ الناس يعني الناس بتقول عليه ايه، الورد اوف ماوث بتاعه، الريبيتيشن بتاعته، الكريديبيليتي بتاعته في الماركت اللي هو بيشتغل فيه، كل الحاجات دي تخلينا نطلق على الشخص ده اكسبرت، بغض النظر بقى هو سمى نفسه اكسبرت او لا، او سمى نفسه كونسلتنت او لا. امم. كل ده انا شايف ان هو ملوش اي لازمه وملوش اي معنى. اهم حاجه لو هتقدم فاليو للناس فالناس هتطلق عليك المسمى، فالف مبروك. بص انا بحب قوي ان انا اسال سؤال عشان انا ببقى عايز اجاوب عليه، فانا جاوب هجاوب على بقى. السؤال. مم. انا بالنسبه لي الاكسبرت ده بي بيسال ما بيجاوبش. اوكي. بمعنى يعني الشيف اللي انا سالته هو قال لي احسن طاسه ايه. مهم. دي كانت اول حاجه جت على دماغي، احسن طاسه هي الطاسه الفلانيه. مم. بس لما جيت افكر في الموضوع، هو طباخ شاطر قوي قوي، بس هو مش احسن حد تاخد منه نصايح. مم. تمام ليه؟ لان هو لو كان يعني شايف ان هو يبقى الحاجه اللي عيب عليه فيها، كنت تسالني الاول انت عايزها ليه، مين اللي اوكي. هيستخدمها، مم. قبل ما تقولي على طول الكاست ايرون وانا اروح اجيبها. كنت شايف ان هو لا، بص على حالتي الاول، اللي هو انت هو لو كان هتستخدمها في سالك ايه. لو كان سالك اكتر كان اه اداك نصيحه بالظبط. اقيم او انسب بالظبط، ليك. انما مم. هو الثقه المتناهيه اللي هو رد بيها دي هي الطاسه دي، فانا رحت نفذت في الطاسه دي، فبعد كده بقيت انا وهي محتاسين. مم. بعدين من الحاجات برضو قصه الطاسه دي انا اتحرقت بيها 3 مرات. اوف. اه كارثه يعني، ده بتبوظ ليه هي بقى؟ هي ملهاش هاندلر. الهاندلر بتاعها مش لا هي كلها حديد 100%. اوكي. ففيها مصيبه اه. او مش مصيبه يعني، هي انا جبت الطاسه ب 3000 جنيه. مم. تمام، فلقيت امازون، عارف انت بيقول لك اتجوز وذ مش عارف ايه بتاع سيليكون، يقول لك عشان تمسكها بيه. فانا فانت ما قلت جبتهاش لا طبعا. طبعا، انت عارف انت حبيت اوفر جيب طاسه ب 3000 جنيه وحرقت البيت. لقيت بتاع السيليكون كده بتاع عبيطه كده بتركب بس، فاهم، فيها اوكي. 300 جنيه. فوفرت انت ال وفرت ال 10%. 300 جنيه، حرقت ايدي على طول برافو فاهم، عليك. هو رحت في داهيه. اوعدك ان الخلطه دي مش هتتكرر تاني. ان هي فهنا حاجتين يعني. طبعا موضوع ال 300 جنيه اللي انا وفرتهم دول احنا ممكن نقعد اللي هو نتكلم في الموضوع ده كتير. بس النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاول خالص، اللي هو الراجل ده لو كان سالني انت بس يومك شكله عامل ازاي، كان هيقول لي هات ستاند ستيل عادي. امم. كنت هوفر يعني تمن الطاسه 70% والهاندلر من ومش اللي انا هتتحرق. صرفته في الطاسه وما كنتش هتحرق. امم. تمام. وطاسه كانت هتبقى عايشه يعني، طاسه هي مصديه دلوقتي يعني هي خلاص، انت فعلا انت هي مجرد ما بتاخد رطوبه وما بتتعزلش كويس صدى. امم. فعشان كده لو دايما بقول الاكسبرت ده في حاجتين، انت بتسال مين وبتساله ازاي. اوكي. يعني اللي هو بحس ان الموضوع ده يعني لازم يبقى ماشي في اتجاهين. يعني ممكن نقول من تصنيفك للاكسبرتس، لو ما سالش تخاف وتقلق. اقلق على طول. بقيت خلاص اتحرقت، عرفت، لسعت حرفيا اللي اوكي. هو ده اتحرق 3 مرات. مم. لان هو بالذات في البيزنس، احنا بناخد بالنا في البيزنس اكتر او اوقات اقل يعني. بس انت ما اجي اسال على حد دلوقتي حاجه ويجي يقول لي اول اجابه تيجي على في دماغه، انا بشك هو الراجل ده انت جبت الكلام ده منين؟ مهم. انت عرفت الكيس بتاعتي؟ انت عرفت انا عايز ليتس سي طاسه، انت عرفت انا عايز استخدم الطاسه دي في البيت، مم. ولا عايز افتح مطعم ستيك، ولا الطاسه دي انا اللي هستخدمها ولا والدتي اللي هتستخدمها؟ يعني انا خلي بالك انا بقول لك هي تقيله بالنسبه لي. انت متخيل طبعا. بقى والدتي تمسك البتاعه دي ما تشيلهاش اصلا من مكانها؟ مم.
فهل احنا عاملين حسابنا الاعتبارات دي ولا لا؟ فاول حاجه بشوفها انه اللي انا هساله اي حاجه ده دلوقتي هو مش يفكر في السؤال، هو لازم يرد باسئله يتاكد ان هو دلوقتي فعلا بعد الاجابات اللي انا قلتها دي انسب حاجه ليك. والحاجه التانية مش شرط انا كواحد مش اكسبرت اضمن ان انا اسال السؤال صح من اول مره. يعني قلت لك انا سالت السؤال غلط، ما هو انت لو مش اكسبرت فانا بقيت اطمن بقى اصلا اللي هو انا بعد ما اسال السؤال انا لازم يعني احط وراه 6 7 8 9 اسئله اللي هو من الاخر لو الراجل ده ما سالنيش انا هبدا اسال. بس اوكي انترستنج. فدي نقطه دي نقطه مهمه جدا برضو، اللي هي التفصيله بقى بتاعه بتاع السيليكون اللي انت فوتها دي. يعني ليه حاجه ممكن عشر ثمن الاستثمار العظيم اللي انت عملته في الطاسه، ولكن كلفك ان انت حرقت ايدك ببساطه. لما نيجي نطبق ده بقى على البيزنس، ان هو دي ممكن من الديبيتس حتى انا نفسي وقعت فيها للاسف مع بعض البارتنرز او الناس اللي اشتغلت معاهم، او حتى مديريني اللي كنت في الكوربريت بشتغل معاهم، اللي هو في حاجه صغيره جدا هتكلفنا حاجه صغيره جدا بس هتوفر علينا حاجات كتير جدا في الوقت اللي جاي. اهميه تعرف انت التفاصيل في الشغل بالنسبه لك، او لو في السيلز كمان برضو بتبقى انت بتشوف الموضوع ده ازاي؟ عارف انت يقول لك ما تبوظش الطبخه عشان جرام ملح. الهاندلر ده انا يعني انا وفرت 300 جنيه بس الخساره مش بس ان انا اتسعت، الخساره ان انا مش عايز استخدم الطاسه دي تاني. فما تبص بقى الانفستمنت كله اللي هو 3000 جنيه راح في الهواء ان انا يعني طاسه مش عارف استخدمها مبقاش ليها لازمه. في البيزنس الموضوع ده بيبقى منتشر قوي لانه من الحاجات اللي الناس كلها عارف انت كده الف في بيزنس انك اول تفتح مشروع انت تقلل التكاليف. البوت سترابينج موديل واربط الحزام وشد على نفسك ومش عارف ايه وبتاع، حاول تقيف اي حاجه انت بتعملها على قد ما تقدر. لا ما تستخدمش CRM استخدم اكسل، لا ما تستخدمش كذا استخدم كذا بشكل ما يعني ما بيقفش. بص انا عندي تعليق على الحته دي. ان هو ان ساعات احيانا بتبقى محتاج فعلا تربط الحزام في البيزنس، ولكن ربط الحزام مش معناه ان انت تقول ان انا هعمل كل حاجه بنفسي. هي مش فكره تعمل كل حاجه بنفسك، هي مش معناه ان انت توفر كل حاجه برضه في الدنيا. ما هي دي الفكره، ان هو مفهوم كلمه توفير، ان انا في حاجه ممكن اعملها باكس ممكن اعملها باكس ماينس رقم معين بالظبط. بس الحاجه الاوبجيكتيف النهائي، الاوبجيكتيف النهائي اللي انا عايز اوصل له اتعمل ولا ما اتعملش؟ هو ده السؤال. في ساعات كتير ناس بتغلط الغلطه دي، ان هو لا الحاجه دي مش وقتها مش هعملها خالص. او ايفر ان التاسك دي او المهمه دي لو حصلت هتعود عليا بنفع بشكل معين احسن بكتير من انا لو ما عملتهاش دلوقتي. بص يعني النقطه دي بالنسبه لي نقطه على يعني ده موضوع اكبر بكتير. اللي انا النقطه اللي انا بشوفها اللي هو الحاجات التكميليه، فاهم؟ اللي هو يعني اللي هي من الاخر الاكسسوارز بالظبط. الاكسسوارز اللي هي اول بند بيتشطب من اي بزنس. هو لا الاكسسوارات دي فاكس يعني البيج انفستمنتس ممكن تكون بتتعمل، ولكن هتلاقي بقى مشكلتي الاكبر ان انت ما تجيش عند الاكسسوار وتقول لا ده ملوش لازمه. فاهم قصدي؟ لا انا بالعكس بحس ان هو في اوقات الاكسسوار يعني يا اليمينيت البروجكت كله، يا ما تجيبش الطاسه بالهاندر، يا ما تعملش البروجكت كله من اوله، يا اما لو هتعمله اعمله صح. ميك سنس. فده اللي هو انت تعيد سؤال نفسك انت ايه الاوبجيكتيف. يعني اقول لك على مثال، الاوبجيكتيف لو هتشوي عملنا اوفيس فصرفنا وكلفنا وجبنا كل حاجه، فاهم؟ واستخسرنا في الناس كوفي ماشين. اوكي. فالناس ما مش عايز تيجي، طب ورك فروم هوم خلع على مكنه قهوه يا مؤمن، فاهم؟ اوكي. فهي دايما بتيجي في الحاجات المستفزه دي اللي هو الناس بتاعت الحسابات والارقام تقول لك لا ده كوست زياده، وفر البروجكت كله من الاول. بس ما تجيش فعلا حرفيا تبوظ الطبخه على جرام ملح. كلامك صح. طب خلينا ده ياخدنا لنقطه تانية مهمه، اللي هو فكره بقى لسعه الطاسه. يعني انت ممكن يكون الخساره اللي خسرتها الطاسه نفسها ما بقتش تستخدمها، بقيت خايف تستخدمها. وتاني حاجه لان المينتننس بتاعها صعب عشان تقدر تريوز زي ما انت عايز. وتالت حاجه ان انت اتلسعت. فاللسعه خلتك ايدك باظت فبتتعالج. طب هل بقى لسعه الطاسه وعلاجها اسهل ولا لسعه البيزنس؟ انا عارف مشكلتي في تعامل الناس مع الريسك واتيتيود اللي هو بيقول لك انا ريسك تيك. دي صفه مهمه جدا للترو انتربرينورز should be
calculated risk takers، يعني هو بيحسب الحسبه قبل ما بياخد ريسك. تاخد مغامره او تاخد طريق مش دايركت. عارف صاحبك اللي انت مش عايز تركب معاه العربيه، لو هتموت اخر واحد تركب معاه العربيه